السلام عليكم واهلا بكم متابعي قناة ريال مدريد وبس وعشاق النادي الملكي. أرجو منكم الاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل أخبار الميرينج. بعث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو برسالة غامضة إلى جمهوره خلال الساعات القليلة الماضية، ويعيش أسطورة البرتغال أياما حزينة بعد وداع مونديال قطر، حيث ضاع حلمه في التتويج باللقب كما تتضارب الأنباء حول مستقبله بعدما فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي. ونشر رونالدو فيديو على حسابه بمنصة انستغرام قبل ساعات من نهائي المونديال المقرر اليوم الأحد بين الأرجنتين وفرنسا في ملعب لوسيل، حيث يسعى غريمه ليونيل ميسي للظفر باللقب. وظهر رونالدو خلال الفيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية الجيم، وفي الخلفية أغنية برتغالية تقول كلماتها: أنت لا تعرفني، لا تبكي كثيرا من أجلي. وكان يونايتد قد فسخ عقد كريستيانو رونالدو بعدما أجرى النجم البرتغالي حوارا تلفزيونيا مع الصحفي بيرس مورغان هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي للشياطين الحمر. وما يزال رونالدو يبحث عن ناد جديد ينتقل إليه مجانا في الميركاتو الشتوي المقبل. وكان رونالدو ظهر باكيا أمام الكاميرات عقب خسارة منتخب البرتغال بهدف دون رد أمام المغرب في ربع نهائي كأس العالم. أول تعليق من أشرف داري بعد فوز المغرب بالمركز الرابع في كأس العالم 2022. علق الدولي المغربي أشرف داري على حصول منتخب بلاده على المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد الخسارة من كرواتيا. وتفوق المنتخب الكرواتي على نظيره المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد خليفة الدولي، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية. وشارك أشرف داري في المباراة وكان قد نجح في تسجيل الهدف الأول والوحيد لصالح المنتخب المغربي في اللقاء في الدقيقة 9 من بداية الشوط الأول. وبعد المباراة ظهر داري في منطقة التصريحات وأدلى بتصريحاته على حصول منتخب المغرب في سابقة تاريخية على المركز الرابع بالمونديال. وقال داري في تصريحاته: هذه هي كرة القدم، بالطبع هناك فائز وهناك خاسر، للأسف لم نحقق الفوز، كنا نريد أن نفرح الجماهير المغربية الذين كانوا يأملون أن نصل للمباراة النهائية. وواصل النجم المغربي: للأسف لم ننجح في تحقيق الفوز أيضا في مباراة اليوم ضد كرواتيا، لكننا جاهزين لإسعاد الشعب المغربي. وأشار ركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إلى أن الأخطاء والإرهاق تسبب في معاناة الأسود في مباراة اليوم، وشدد على سفير الخسارة بعدما كان سقف الطموحات عاليا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ما يثلج صدره خروج الشعب المغربي إلى الشوارع فرحا وكذلك جلالة الملك. واستطرد: لذلك سوف نتذكر هذه الصور في بالنا. وشدد على سفير الخسارة بعدما كان سقف الطموحات عاليا. وتابع ركراكي: ما حققناه كان له وقع رائع على شعبنا، وبقيت هذه الصورة في ذهني خلال مشوارنا بكأس العالم في قطر. الجدير بالذكر أن منتخب المغرب أصبح أول منتخب عربي وأفريقي وغير أوروبي ومن أمريكا الجنوبية يحقق المركز الرابع بالمونديال. وكان منتخب أسود الأطلس قد عبر لدور 16 من البطولة بعدما تصدر مجموعته على حساب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، فيما تخطى نظيره الإسباني في ثمن النهائي قبل أن يعبر من عقبة منتخب البرتغال في ربع النهائي إلى أن تلقى الخسارة في البطولة على يد فرنسا في نصف النهائي. أمير قطر يدعم لاعبي المغرب بعد مباراة كرواتيا. كشفت قناة الكأس القطرية عن دخول أشرف حكيمي مدافع المنتخب المغربي في مشادات كلامية مع جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد نهاية مقابلة أسود الأطلس وكرواتيا، والتي فاز بها الأخير بهدفين مقابل هدف. وكان لاعبو منتخب المغرب قد احتجوا بشكل غاضب على قرارة عبد الرحمن الجاسم فور إطلاق صافرة نهاية لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العالم قطر. وظهر أشرف حكيمي في حالة غضب شديد موجها انتقاداته للحكم القطري الذي أدار اللقاء قبل أن يتدخل حارس المرمى المنتخب المغربي ياسين بونو والمدرب وليد ركراك لتهدئة الأوضاع. وحسب ما أكد كوكو كسلان مراسل شبكة اس تي في سبورت، فإن أشرف حكيمي ذهب إلى جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي في الممر المؤدي إلى غرف تغيير الملابس ووجه له انتقادة بصوت مرتفع. وأضاف المصدر ذاته أن حكيمي قال لإنفانتينيو: هذه هي المباراة الثانية على التوالي التي تقومون فيها بقرارات ظالمة ضدنا، لا أعرف ماذا تريدون وأنت ما خطبك.
وأشار كوكسلان إلى أنه عندما رفع الهاتف لتوثيق ما حدث منعه موظفون تابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم نظرا للموقف المحرج الذي كان فيه رئيس الفيفا. وأكدت مصادر مقربة من أمير قطر أنه شعر بالأسف تجاه المنتخب المغربي وكان يريد لهم الفوز والحصول على المركز الثالث، وأيضا دعمهم ضد الفيفا بعد احتجاجهم عقب انتهاء مباراة كرواتيا، وأكد أن ما فعلوه لاعبي المغرب بسبب ما تعرضوا له. وكشف محسن لملوم الناقد الرياضي عن أنه لم يحزن على خسارة المنتخب المغربي أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، وأكد أن منتخب المغرب كان يستحق اعتلاء منصة التتويج ببرونزية كأس العالم لأن أسود الأطلس لم يحصل سوى على بطولة واحدة في تاريخه.